السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعين الكرام عبر شاشة قناة اصطاد لايف، القناة التي عودتكم أن تكون دائما في عمق الحدث، تنقلكم حيث تصنع الإنجازات وتشيد التحف الرياضية وتضعكم وجها لوجه مع المشاريع الكبرى التي ترفع اسم المغرب عاليا بين الأمم. نرافقكم اليوم من قلب العاصمة المغربية الرباط، حيث ينهض صرح رياضي ضخم يوشك أن يصبح أيقونة معمارية في عالم كرة القدم، ملعب مولاي الحسن. هذا الملعب الذي جرى هدمه بالكامل ليعاد تشييده من جديد وفق تصميم عصري مبهر وبمعايير دولية دقيقة، يقترب بسرعة من جاهزيته الكاملة ليكون واحدا من أبرز الملاعب التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا 2025، وليظل مفخرة مغربية في كل التظاهرات القارية والعالمية المقبلة. أيها الأحبة، ما نشهده اليوم في هذا المشروع لا يعد مجرد أشغال بناء تقليدية، بل هو ملحمة هندسية ورياضية تسطر تفاصيلها بسواعد مغربية خالصة وعزيمة لا تعرف المستحيل. فلنأخذكم في جولة داخل أبرز المستجدات التي يعرفها هذا الورش العملاق. تسقيف المدرجات، إبداع هندسي بروح عصرية يشكل السقف الجديد للملعب، إحدى أبرز التحف التقنية والهندسية. فقد صمم وفق أحدث النظم العالمية ليجمع بين الجمال والصلابة والقدرة على مواجهة مختلف الظروف المناخية. ويجري حاليا تركيب ألواح مبتكرة من ألياف الكربون تتميز بخفة وزنها ومتانتها العالية ومقاومتها للأمطار والرياح والحرارة، لتضمن حماية كاملة للجماهير. هذا السقف يعتمد على هيكل حديدي متين يحيط بالملعب من جهاته الأربع، ويراعى في تصميمه أدق تفاصيل السلامة الإنشائية والزلزالية، ويتكون من 3 طبقات متكاملة: صاج معدني مموج، عازل حراري من الصوف الزجاجي، غشاء أبيض براق من مادة PTFT. ومن الداخل يطل السقف بانسيابية موجية آسرة يرتفع بوضوح من الجهة الغربية، حيث البنية التحتية الخاصة بأنظمة التكييف، ثم ينحدر برشاقة نحو باقي الجهات ليمنح صورة بصرية مدهشة. ثانيا، المدرجات والمقاعد، تجربة استثنائية للجمهور والإعلام. اكتست المدرجات بحلة جديدة، حيث ثبتت مقاعد حديثة بألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر في مشهد يثير الفخر والانتماء. وقد وزعت المستويات على النحو التالي: المستوى الأول مقاعد عادية ومنطقة مخصصة للإعلاميين والصحفيين مجهزة بالكهرباء والاتصالات. المستوى الثاني مقاعد جلدية فاخرة لكبار الشخصيات في IP داخل سكاي بوكس مكيفة. المستوى الثالث مدرجان يعلوهما فضاءات خاصة بالإعلام السمعي البصري، تشمل استوديوهات وغرف تعليق عازلة للصوت. كما يضم الملعب غرفا أمنية للتحكم في المباريات، وأنظمة متطورة للإنارة ولوحات النتائج الإلكترونية، مع قرب المقاعد من أرضية الميدان، بما يمنح المشجع إحساسا وكأنه جزء من اللعب. ثالثا، أرضية الملعب عشب بمعايير عالمية، زرع العشب الطبيعي الجديد وفق معايير الفيفا بنوعية عالية الجودة، تتحمل مختلف الظروف المناخية وتوفر أفضل أداء للاعبين والكرة. وقد زرع مبكرا لضمان جاهزيته التامة عند الافتتاح. رابعا، التشطيبات الداخلية، تفاصيل راحة وجودة الأشغال الداخلية بلغت مراحلها الأخيرة، وتشمل طلاء الجدران بألوان حديثة، تثبيت أنظمة الصرف الصحي، تركيب إنارة عالية التقنية، تجهيز شاشات عرض عملاقة ونظم صوتية متطورة. كما جهزت غرف الملابس الخاصة باللاعبين والحكام بأعلى معايير الراحة، إضافة إلى مرافق الإعلاميين وفضاءات مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الشاشات الإلكترونية للإعلانات التجارية. خامسا، المحيط الخارجي، لمسة أوروبية. الطابع من الخارج يزداد الملعب رونقا يوما بعد يوم، فقد جرى الانتهاء من العوازل المائية وتجهيز الخرسانة المسلحة بطريقة هندسية دقيقة تراعي فواصل التمدد. أما الغلاف الخارجي فقد بدأ يتشكل، مانحا للملعب طابعا أوروبيا أنيقا، سيضيء ليلا بواجهات تفاعلية عصرية تجعل الملعب يبدو كجوهرة متلألئة في سماء الرباط. أيها السادة الكرام، ها نحن نصل معكم إلى ختام هذه الجولة الميدانية من قلب ورش استثنائي، من قلب صرح ليس كأي صرح، من ملعب لم يبن فقط بالحجارة والحديد، بل صيغ بعرق الرجال وصبر المهندسين، وبإصرار أياد مغربية خالصة وضعت نصب أعينها هدفا واحدا: أن يرتفع اسم المغرب عاليا في سماء الرياضة العالمية.
إن ملعب مولاي الحسن ليس مجرد مدرجات وأسوار ولا مجرد سقف يغطي الحضور، إنه رسالة واضحة للعالم أن المغرب بلد التحدي، بلد الإنجاز، بلد العزيمة التي لا تنكسر. إنه دليل على أن أبناء هذا الوطن قادرون على تحويل المستحيل إلى واقع، وعلى جعل الأحلام حقيقة ماثلة أمام أعيننا. أيها الأحبة، تخيلوا معي المشهد بعد أشهر قليلة فقط. أضواء كاشفة تنير سماء الرباط، مدرجات تهتز على وقع الأهازيج، جماهير تغني بحب الوطن، ورايات المغرب ترفرف في الأعالي لتعلن للعالم أن هنا تصنع البطولة وهنا يكتب التاريخ. تخيلوا كيف سيتحول هذا الملعب إلى منبر للفخر، وإلى منصة تلتقي فيها المشاعر بالإنجازات والأحلام بالواقع المشرق. قد يقول قائل: الملعب صغير في حجمه، لكننا نقول بكل يقين إن العظمة لا تقاس بالمتر المربع ولا بعدد الكراسي، بل تقاس بالرمزية وبالقدرة على أن تحمل وطنا بأكمله في قلبها. وملعب مولاي الحسن سيظل شاهدا على أن الصغر في المساحة لا يلغي الكبر في القيمة، ولا يحد من الطموح الكبير الذي يرفرف بأجنحته نحو المستقبل. إنه ملعب صغير في شكله، لكنه كبير في رسالته، عملاق في رمزيته، خالد في أثره. ملعب سيكتب التاريخ بأن المغرب لا يرضى إلا بالتميز، ولا يقبل إلا بالريادة. فلتعلموا أيها الأعزاء أن ما نشهده اليوم ليس فقط تجهيزا لمباراة قادمة أو بطولة عابرة، بل هو تأسيس لإرث سيبقى للأجيال، إرث يقول لهم: هنا كان الإبداع المغربي، وهنا سطرنا فصولا من المجد. ومن هنا، من قلب قناة اصطاد لايف، نعدكم أن نكون دائما في قلب الصورة، أن نرافقكم خطوة بخطوة، أن نضعكم على مقربة من كل تفاصيل هذا المشروع العملاق، فلا يخفى عليكم صغير ولا كبير، ولا يغيب عنكم مشهد من مشاهد البناء والتحول. لهذا ندعوكم اليوم من القلب أن تكونوا جزءا من هذه الرحلة، أن تدعمون بإعجابكم واشتراككم، أن تجعلوا من هذه القناة منبرا يليق بكم، كما نحرص أن نكون لائقين بكم. فأنتم لستم مجرد مشاهدين، بل أنتم الشركاء الحقيقيون في هذه المسيرة. أنتم الوقود الذي يدفعنا للاستمرار، والصوت الذي يمنحنا القوة لنمضي إلى الأمام. فلنرفع معا شعار الفخر والانتماء، ولنجعل صوتنا يصل إلى أبعد مدى. نحن هنا في المغرب نصنع المستحيل ونشق الطريق نحو المستقبل. نحن هنا بأيدينا، بعقولنا، بذكائنا المغربي الأصيل، نسطر إنجازات لن تمحى من ذاكرة التاريخ. فإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نواكب من خلالها كل جديد، ونضعكم في قلب المشهد، نترككم على وعد ثابت أن القادم أجمل، وأن المغرب دائما في القمة. دمتم أوفياء، دمتم مخلصين، دمتم على العهد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.